يابا شلون نسوي 4 سلطات بطريقه سهله ترهم العزيمه كشخه. قبل بيوم راح نجهز الصوصات مالتنا. اول شي راح نسوي صوص التبوله، عصير ليمون، دبس رمان، ملح، شوي فلفل اسود. هسه نحتاج لنا نوعيه زيت زيتون زينه، لازم تكون خاليه من الكوليسترول، نسبه الحموضه بيها تكون كلش قليله، ولازم يكون لبناني مثل آية. هذا زيت زيتون طيبة الجبل بكر ممتاز. نخلي زيت الزيتون ونخلط. اذا المقادير مالتنا راح تكون صحيحه والقوام مالتنا راح يطلع ثخين وطعمه متناسق، راح نخليه بالبطل نلصق عليه الاسم مالته. بالفتوش راح نخلي ليمون، دبس رمان، ربع طن سماق، وشوي هوايه ملح، وراح نحط لها ثومايه مهروسه، واكيد طن زيت زيتون. نخلطهم الى ان القوام مالتنا يثخن، الطعم متوازن. بطل ستيكر. سلطه الشيرازي: خل، ليمون، ملح، فلفل اسود، وربع طن زيت زيتون. شوفوا هنا يبين نوعيه زيت الزيتون اذا كانت زينه او لا، اللون مالتها طلع فسفوري. بطل ستيكر شيرازي صارت جاهزه. بس راح نسوي محبوب الجماهير: ليمون، كاتشب، دبس رمان، شويه كمون، وربع طن ملح. وهسه راح نخلي زيت طيبة الجبل، نخلط كلش زين الى ان يثخن. بطل ستيكر. الصوصات مالتنا صارت جاهزه، نقدر نستعملها خلال 3 ايام، نخليها بالثلاجه. هسه راح نجهز السلطات مالتنا. راح نبلش بالباذنجانيه: خيار شرايح، بصل، فلفل، طماطة، واكيد طن باذنجان. شيرازي: الخيار والطماطة نخلطهم كلش زين، راح نحطهم بالنص مثل شكل الجبل، وراح نخلي عليهم عود بصل اخضر. فتوش راح نخلي خس وطماطة، بصل، خيار، واكيد خبز محمص، وشويه نعناع وشويه بقله. اما التبوله هم راح نسوي جبل بالنص، شويه بصل وشويه طماطه. من يجون الخضار مالتنا راح نخلي فوقهم الصوصات، راح نخلي فوق التبوله مالتنا. اما الشيرازي راح نخليها على الاطراف لان لونها حلو. باذنجانيه راح نغرقها صوص، والفتوش ربع طن صوص على الاطراف. صار عندنا 4 سلطات ترهم للعزايم، كلش مرتبه، وطعمها واحده اطيب من الثانيه. في مال الله.